السلام عليكم خوتي. من هذا المنبر هذا جيت باش نقدم شكري وامتناني للشعب المغربي عامة ولهاد الدكاترة المغاربة خاصة اللي قدروا يتحداو كل التحديات ويوصلوا انشغالات الشعب الجزائري للسلطات الجزائرية الذين يعملون ليل نهار لتوصيل الرسالة للرئيس عبد المجيد تبون وتدخل السلطات المعنية الجزائرية في الوقت المناسب وتغيير الكثير من الأشياء. نورمالمون نديروا لهم تمثال هذوما ما شاء الله. والله غير انا من هذا المنبر هذا والله غنحييهم تحية كبيرة ونشكرهم. ما يقعدوش ليل ونهار يخدموا في الصباح في الليل مواقع التواصل الاجتماعي، مساكن يقروا في الجامعة وعشية يفتحوا اللايف باش يوصلوا غير الانشغالات الشعب الجزائري للحكومة الجزائرية اللي راهي هي تاني بدورها تقوم بواجبها وتتدخل في الوقت المناسب. حكاو على أزمة تاع سكر وفريناها، حكاو على أزمة تاع قهوة وراهي دير بطرواميل، حكاو على الزيت، حكاو على الماء الضربة تاع تيارت ودخلت السلطات المعنية وفرات المشكل هذاك. والله غير ما شاء الله اقسم بالله والله غير مساكن نقدروا نقولوا هذا هو الاطار. كيقول لك إمارة المؤمنين صح، باسكو المؤمن يحب لغيره ما لا يحب لنفسه، تما يحب أكثر من نفسه. وهادو ما مساكن يحبوا تنمو يحبوا الشعب الجزائري، نساو انشغالاتهم وراهم لاتين غير بانشغالات الشعب الجزائري. من هذا المنبر هذا نورمالمون نديروا هاشتاغ نكتبوا فيه والله غير تحية المغرب. والله غير مساكن ربي يوفقهم وربي يعاونهم وعيش المليك.